السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت السعودية اليوم الخميس الأول من يونيو 2023 تعيين شيماء طارق رغبان بمنصب المدير التنفيذي المناوب لدى مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التنمية الأفريقي، لتصبح رغبان بذلك أول امرأة سعودية تتقلد هذا المنصب الدولي المهم. وتعد رغبان خبيرة مالية ومحاسبة بخبرة تتجاوز ال9 سنوات في مجال تمويل البنية التحتية الأساسية والمحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية والشؤون الدولية، كما عملت خلال مسيرتها المهنية في وزارة المالية على قيادة الجهود المتعلقة بالعديد من المنتديات الدولية والأنشطة المالية العالمية الناشئة الجديدة. إضافة إلى ذلك، تقلدت رغبان منصب رئيس إدارة المؤسسات المالية الدولية في الوزارة منذ أغسطس 2021. تولت منصب مستشار سياسات أول لفريق العمل الخاصة بالبنية التحتية لمجموعة ال20 في المسار المالي تحت رئاسة السعودية لمجموعة ال20، إذ عملت مع نظائرها في المجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية لوضع توصيات السياسات والأولويات. يشار إلى أن البنك الأفريقي للتنمية يعد مؤسسة تمويلية تنموية متعددة الأطراف، أنشئ للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الأفريقية، ويهدف إلى محاربة الفقر وتحسين ظروف المعيشة في القارة من خلال تشجيع استثمار رأس المال العام والخاص في المشاريع والبرامج التي من المأمول أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.